لو هتصمم بيتك بنفسك فاستخدم نظرية 60 30 10 وهتدعيلي. بس يا ترى ايه هي النظرية دي؟ خلي 60% معتمد على لون اساسي او لونين بالكتير. طب ايه هي الالوان الاساسية؟ الالوان الاساسية هي الابيض والاسود والرمادي والبيج والسيلفر او الجولد. خلي 60% من البيت معتمد على لون اساسي او لونين بالكتير. طب ايه هي الالوان الاساسية؟ هي الابيض والاسود والجراي والبيج والسيلفر والجولد ومشتقاتهم. وهنا بنستخدم النسبة دي في الكنب والحيطان والسيراميك والسقف والمكتبات. اما ال30% دي بتعتمد على لون ثانوي ناتج من دمج لونين اساسيين مع بعض اللي انت اخترتهم. واستخدم النسبة دي في الستاير والسجاد والكراسي الجانبية والترابيزات. واخر 10% من البيت هنستخدم فيها لون من اختيارك، بس لازم يكون اللون متماشي ولايق مع الالوان الاساسية والثانوية اللي انت اخترتها عشان تكون مريحة وهادية للعين. وهنا تقدر تطبق النظرية دي في اللوحات والاكسسوارات والفازات.